انت وينك في من العصر؟ في البيت. في البيت، مو بعوايدك تجلس في البيت للحين. إيه، عندي اجتماع. اجتماع؟ إيه. اجتماع ايش؟ ما شو اسمه الوالدة مع النسيب. هم ما خلصتوا انتم من الموضوع؟ ما عرسوا؟ لا ما عرسوا، شنو يعرسون وهو عندهم مشاكل. وفي بينهم مشاكل؟ ايه لازم توهم خطايب. ما دع المشكلة لا طولت فترة الخطوبة، صارت أكثر من 7 شهور و8 شهور تصير المشاكل. ترى جد يا جماعة الخير، الله يعلمكم، عشان يعرفون العالم عادي يقول. هو جد يعني شوفهم، يعني الوالد والوالدة يعني جد، ترى والله العظيم جد من 20 سنة يمكن ما الله كتب نصيب، ما تفاهموا وشنو وتفركشوا. حلو، تفركشوا. بعد 20 سنة، بعد 20 سنة الوالد رجع وخطب الوالدة. جد والله العظيم يا جماعة. فالوالد الحين اللي هو يعني بناسب هذا منو؟ ابويا وبنا خاطب منو؟ امي. خاطب هذا، وهذا اللي في النص حكم. ترى جد وخطبها منه. يعني ابوه بعد 20 سنة جاء كلمه هو انه قال له بيخطب بمنيتك المنصورة. والحين شو اللي صاير؟ فترة الخطوبة دي صارت الحين في مشاكل، انا طولنا. ايه انا ما الحل الحين تتفاهمت اياهم ونشوف شو يصير. وش السالفة يعني ايش لا شيء بينهم، بس انا حكم عشان احكم بينهم. وقلت له شوف يا ابو ناصر. قلت حق الله هذا اللي حق ابوي. ايه. قلت شوف يا ابو ناصر. تكفى، خلني يعني اجلس معاه، يمكن انا احاول اقرب وجهك. لا خلني اصور. عارفك انك تبي عشان تصور. والله العظيم يا جماعة الخير يا ابوه، شفتوا هذا نسخة صغيرة من ابوه، نفس الوضع، نفس الطول، نفس السمار، والله العظيم نفس الاسلوب. هذاك احلى بعد، لان ذاك الاصل، هذا النقتب حق ابوه، هذا يعني الطباعة.